السائلات بتسأل في الصفحة إنه أنا وزوجي بنمُر بظروف انفصال، إزاي نعرف الولد أو البنت بيحسّوا بإيه؟ الإجابة الأبسط والأكثر مصداقية هو إن إحنا نروح نسأله. يعني لو العلاقة بتاعة الأب وعلاقة الأم بالأطفال بعيدًا عن العلاقة الزوجية كانت شغّالة كويسة، هنختار وقت مناسب ونروح نسأله ونبلّغه بالراحة إنه ماما وبابا حبيبي بينفصلوا، طبعًا على حسب السِن هنبلّغ إزاي. إحنا بنحبك، إحنا مش محتاج تختار بيني ولا بين بابا، كل اللي إحنا محتاجين نعرّفه لك إنه إحنا عندنا مشاكل والمشاكل دي بدأت تتجاوز الوضع المقبول أو اللي إحنا نقدر نتحمّله أو بدأت تأثّر عليكم في البيت، ومحتاجين نبلّغك بقرار انفصالنا بالقرار بتاع الطلاق. في الوقت ده بندّي وقت، بنسمح للولاد تعبّر عن مشاعرها. أحيانًا التعبير عن المشاعر بيكون إنه ما بيقولوش حاجة خالص أو بيزعّقوا أو بيسألوا أو ياخدوا الموضوع بالعقل أو ينسحبوا تمامًا، ما حدّش عارف مين بيعمل إيه. كُلّه بيحصل على حسب الطريقة اللي ربّينا بيها الولد وقدرته على التعبير والبيئة اللي اتربّى فيها. والتوقعات. كتير من الأولاد بيبقوا عايشين في نفس البيت وشايفين العلاقة الزواجية وشاهدين عليها، ويبقوا خلاص يعني هم كمان متوقعين إنه ده هيحصل في أي توقيت. فممكن فبعض الولاد بيشوفوا إنه ده الخلاص أو إنه ده الحل اللي هيريحهم، بعض الولاد إنه بيحاولوا. الأكيد إنه في وقت من الأوقات الولاد هيبقوا غضبانين، هيبقوا شايفين إنه في حد من الطرفين وِحِش. ممكن يبقوا بياخدوا صَف حد من الطرفين، ومع الكلام ومع العلاقة ما بين الcouple قد تتحسّن هذه الصورة، وكل ما بيكبروا الولاد بتتحسّن هذه الصورة أو بتسوء على حسب بقى الظرف شكله إيه، لغاية ما بنوصل. فالإجابة هو نسأله.